السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وجبة حلوة جدا. النهاردة هنعمل الشاورما، بس هنعمل النهاردة الشاورما بتاعتنا من الفراخ. هقول لكم المقادير بتاعتنا وعلى طول هنبدأ ان شاء الله. بصوا دي الفراخ بنجيبها، انا مقطعاها بنفسي في البيت. ممكن لما تروحوا السوبر ماركت يقطعها لكم، بتتقطع سلايسز زي كده، شرايح صغيرة. البصل برضو ممكن نقطعه قطع زي دي كده، علشان عايزة شكل البصل يبان فيها. ونحط لها بقى فلفل، وبنحط لها فلفل حامي زي ما انتوا حابين الفلفل. التوابل بتاعتنا بتبقى ايه؟ بابريكا، كركم، قرفه، دي رشه من السماق، وملح، قطعه من الزبده. وبنحط كمان هنا انا حاطه معلقه من خل البلسمك مع معلقه من دبس الرمان، فلفل طبعا اصفر. دي المقادير بتاعه الشاورما. طبعا احنا هنجهزها ونبدا نحشيها مع بعض. هقول لكم بقى هنحط ايه في الحشوه، حاجات حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله جدا لما نعملها. في الاول بقى طبعا ببقى حاطه الطاسه، دايما نبدا نحط الطاسه على النار قبلها بدقيقتين كده. نحط الزبده، نحط معاها زيت علشان الزبده بتاعتنا ما تتحرقش. نحط حبه كده حلوين، الشاورما بتحب الزبده حلو. السمنه لو احنا ما فيش زبده عندنا نحط سمنه. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا. المفروض طبعا كنت سبتها تسخن اكتر من كده، وهقلبها بقى الاول شويه لغايه بس ما الفراخ بتاعتنا تاخد الصدمه بتاعه النار، قبل ما نحط بقى التوابل والبصل. هعلي بقى عليها النار، اقلبها شويه صغيرين خالص، وبعدين نبدا على طول نحط البصل والتوابل. بصوا بقى هي دخلت خلاص في التشويش. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط لها بس فلفل اسمر قبل ما احط البصل. نحط لها حبه حلوين كده من الفلفل، عشان ايه؟ الفلفل بيدي نكهه حلوه جدا للفراخ واللحمه واحنا بنعصرها. دايما بحب اجيب الفلفل بالشكل ده ونطحنه فريش، يبقى ريحته حلوه كده ويبقى باين وظاهر، افضل من يكون عندنا فلفل مطحون قديم. هقلبها بقى، هي خلاص دخلت في التشويح. الفراخ لما نقطعها بالطريقه دي ما بتاخدش خالص سوا على النار، فعلى طول اهي. وكمان يفضل ما نغطيهاش لما هنعمل شاورما، ما نغطيش خالص الفراخ او اللحمه، نسيبهم كده يندمجوا مع الزبده والبصل، وهما تقطيعتهم زي ما انتم شايفين صغيره، فمش هتاخد وقت. نحط بقى البصل، الفلفل، هديهم تقليبه برده. هنحط بقى ايه؟ دبس الرمان، وهنحط كمان خل البلسمك. ممكن كمان خل التفاح يبقى حلو، مفيش ممكن الخل الابيض العادي. ولو حابين برضو تضيفوا لها معلقه من الصلصه هتبقى حلوه جدا. التوابل بقى هنحطها كلها مع بعض مع الملح. هقلبها بقى حلو. طبعا الشاورما بره بتبقى فيها ايه؟ بحط لها ليه. لو انتوا حابين تحطوا لها معلقه، لو انتوا عندكم هتبقى طعمها حلو جدا كاننا بناكلها من بره. انا هحط لها معلقه من اللي هي السايحه. طبعا هحط لها زبده، ممكن نكتفي بكده، وممكن نحط لها حاجه بسيطه خالص من اللي تدي نكهه، بس كاننا ايه؟ جايبينها من بره بالظبط. احنا هنسيبها بقى على النار، مش هغطي عليها، هسيبها تتشوح كده مع البصل والخضار اللي احنا حاطينه ده. واول ما تبدا ان شاء الله تخش بقى في النضج بتاعها، هنبدا نحشي فيها مع بعض. شايفين بقى بدات تخش في السوا اهي، وكمان تقريبا خلاص استوت. هوريكم برده واحده نشوفها. كده هي خلاص خلصت. بصوا شكلها حلو جدا. نشفناها كمان عشان لما نيجي نعملها سندوتشات تبقى سهله جدا. هقفل عليها وهنبدا بقى نحشي مع بعض. هنعمل احلى سندوتش شاورما. بصوا بقى حلوه جدا اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدا نحشي فيها زيها زي شاورمه اللحمه بالظبط. طبعا بنحشي فيها ايه؟ بنجيب لها عيش التورتيلا اللي هو بتاع الشاورما. هنعمل ايه بقى؟ هنحط لها من الشاورما، ممكن نحط لها كمان الاول. بص هقول لكم الاول الحاجات صحيح اللي احنا هنبدا نحشي بيها. انا حاطه لها، جايبه لها بقى جبنه موتزاريلا، كل واحد حسب ما بيحب بالظبط. جبنه موتزاريلا، ده صوص الرانش لو انتوا حابين تحطوه، اي صوصات عندكم،
فلفل الوان، وده برده فلفل اخضر واحمر، برده حلقات بصل لو انتوا حابين، وممكن نرش رشه من السماق. هنحط لها بقى الاول حلقات من البصل. طبعا لو انتوا حابين كتير بتكتروا في الخضار اللي انتوا عايزين تحطوه. نحط لها بقى الشاورما كده. لو انتوا حابين بقى تقفلوا واحده وتسيبوا واحده مفتوحه علشان احنا هنيجي هنحمرها تاني، تمام. لو انتوا حابين تقفلوها من ناحيتين هوريلكم كده ده جزء تاني. هنحط لها الاول جبنه بقى موتزاريلا، جزء بسيط من صوص الرانش لو انتوا حابين، والجبنه والفلفل تاني، فلفل اخضر كده. ده مفتوح وده هنقفله عليها، وهنبدا ايه نسمي الله كده ونبدا نبرم فيها. ده كده شكل. هعمل لكم برده شكل تاني لو انتوا حابين يبقى مفتوح من الجنبين. بس هنحط بقى حلقات البصل الاول، وبرده هنحط فلفل، نحط كده جزء تحت، وبعدين نحط الشاورما. حابين بقى تعملوها بشاورمه اللحمه تبقى حلوه جدا. وانتوا عارفين كمان لو انتوا حطيتوا الكبد بتاعه الفراخ، الكبد بس، اعملوها بالطريقه دي، وتحطوا لها برده فلفل حامي بقى كتروه قوي، وتروحوا حاطين لها وحاطين له برده جبنه موتزاريلا والصوصات دي، وتشوحوها بالطريقه دي هتبقى حلوه قوي. نعمل كده، وهنبدا نقفل برده الجزء ده، وهنيجي كده بالراحه ونبرمه حلو. عيش التورتيلا من الحاجات اللي زي ما انتوا شايفين بتتمط معانا واحنا بنشتغل فيه، ما بيتبهدلش. خلاص انا هكمل بقى الباقي، وهنبدا بقى نعمل فيه ايه. هنجيبه على طاسه كده ونروح محمرينه، هيدي طعم حلو جدا، ويبقى كريسبي كده من بره، ومن جوه هيبقى طبعا الجبنه ساحت فيه، وهيبقى حكايه بصراحه لما يستوي. طبعا انا هحط طاسه على النار، وهنحط لها رشه بسيط خالص من الزيت. في الاول بتبقى الزبده بنحط لها معلقه حلوه، وبعد كده ممكن نستعمل رشه بسيطه خالص. فاحنا هنحط بقى، نبدا عايزين نديهم تحميره. انا باخد الزيت اللي موجود في الجنب كده اللي بيتجمع كله هنا، وبعدين على طول بحطها في حته ما بين. هنقلبها بقى. بصوا اتحمرت وبقت حلوه جدا. بصوا بقى ده الجنب التاني اهو، ده الجنب الاولاني، الجنب التاني كمان اتحمر، وهنبدا على طول نرفعها. شايفين بقى السندوتشات اللي عملناها النهارده؟ بصوا حلوه ازاي. انا حبيت افتحه لكم من جوه علشان نشوف الشاورما. طبعا الجبنه الموتزاريلا اللي حاطينها برده هي لما بتبقى سخنه، انا عشان اعرف اقطعه لكم سخن جدا مش قادره امسكه. بصوا حلو قوي. سندوتشات جميله سهله بسيطه. طبعا في البيت لما بنعمل الحاجات دي بتبقى ضامنين دايما نظافتها. ان شاء الله تجربوها باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.